هل ال AI يقدر يستبدل المدربين؟ هل ال AI يقدر يستبدل المدرب الشخصي؟ هل تقدر تعتمد عليه في تدريبك؟ هو زي ما بتعتمد عليه في البيزنس وفي شغلك وفي الميلز وفي المذاكرة وفي أي حاجة في حياتك، تقدر طبعا تعتمد عليه في التدريب برضه. في ابلكيشنز خرافية معمولة للتدريب، في ابلكيشنز فيها تفاصيل التفاصيل اللي انت ممكن اصلا ما كنتش تعرفها عن جسمك. تدخل تحط كل البيانات المطلوب منك ويطلع لك بروجرام معمول على الشعر، ولكن يبقى العنصر الانساني مفقود. في ناس هاي تك قوي، كل حاجه في حياتهم سمارت، ما يقدرش يستغنى عن تليفونه والتابلت والكمبيوتر، بيستخدم الاي اي في كل حاجه، سمارت هوم، كل حاجه بيحب فيها التكنولوجي. فاعتقد ان الشخصيه دي هيستأمن على نفسه الاي اي اكتر من بني ادم. ولكن طبعا في ناس تانية طبعا بتفضل البيرسونال ترينر، يبقى واقف قدامهم بيعلمهم كل حاجه، تابع معاهم واحده واحده. ما اقدرش اقول ان في صح وغلط في الحته دي، كل واحد يعمل اللي يريحه، كل واحد يعمل المناسب ليه. ولكن انا عندي حته التدريب دي حساسه جدا، مش عشان بمرن بس، هي فعلا حته حساسه جدا، زيها زي الطب. انت ما تقدرش يبقى عندك كيس كبيره طبيه وتدخل تعتمد 100% على الاي اي. لازم يبقى في انسان بيسمع ويحلل ويفهم ويشخص ويقول لك ايه الاحسن، وفي الاخر يديك الفايده بتاعتك. سواء عايز تجرب اي اي او عايز يبقى معاك مدرب شخصي، المهم في الاخر ما تبطلش تمرين.